شقتنا شقتنا. حياك الله يا شيخنا الحبيب. الله يحييك. حيا الله ضيوفنا. كيف حالكم مشايخنا؟ ما شاء الله كل يوم يا شيخنا يجينا ضيف داعية جديد ما شاء الله. والله هذا يا شباب عبد الكريم انت انسان تحب التجدد والله تغيير وكلهم دعاة افاضل الله سبحانه وتعالى. والله ما شاء الله كل واحد له اجر ان شاء الله. الله يجزاك خير وانت الله يجزاك خير يا شيخ على الله يسعدك اي والله على يعني دعوتك وتفرغك واشغالك ما شاء الله عليك يعني تجي والواحد هذا لله سبحانه وتعالى. الله يكثر امثالك وانت كذلك كثر الله. وكل مكاتب الدعوه وخص مكتب الدعوه في البطحه الشيخ نوح نبغى نشوفه ولا شفناه. والله الشيخ نوح بنخليه مثل الهلال نطلع لكم في يوم من الايام ان شاء الله. لزوم ازوره في البطحه. والله ابو عبد الكريم انت الى الان ننتظر زيارتك من ترى رمضان انت وعدنا على فكره. بس رحت التكريم في تكريم يعني ولا؟ تستاهل والله انت ابو عبد الكريم. انت الخير والبركه. تفضل يا شيخ الله يوفقك. انت ترى كل يوم على فكره بنقلها لك يعني يا حبيبي انت كل يوم تاخذ تكريم سبحان الله. الله يجزاك خير. ما في احد من تكريمنا هنا. نعم صدرك الان مليان نياشين يكفي انك بعد كنت تحضر الشهاده. صدقت علينا واجد يا شيخ. لا اعوذ بالله جزاك الله خير. اي والله جزاك الله خير. يكفي حقيقه وانا اقولها لك الان ولعل الاخوه والاخوات مشاهدين. انا ما اذهب الى مكان ولا تجيني اتصالات الا يبلغونك السلام. كنت في قبل ايام في مدينه من اجمل مدن حقيقه في العالم اعتقدها بعد مكه والمدينه طبعا. نعم. اسمها ثرمده هي مدينه جميله. نعم. حقيقه والاخوان الافاضل هناك حقيقه ينقلون لك السلام والحب والترحاب والدعاء وهذه حقيقه نعمه من الله سبحانه وتعالى. نعم. يجب ان حقيقه عبد الكريم تفخر بهالشيء نسال الله يرزقنا اياك الاخلاص. انا بسالك سؤال يا عبد الكريم ما دام الشيء بالشيء يذكر. نعم. هل الشهره حلوه ولا لا؟ ولي قصد من السؤال. ايش رايك في الشهره؟ الشهرة حلوة. أنت مشهور الآن إذا كنت يعني لله سبحانه وتعالى يعني ما لك أداء شهرة دينوية وشهرة يعني لك فيها مصالح فيها عرف. إذا بتقدم الشهرة زينة تقدم شيء لله تعالى. والشهرة زينة خاصة القنوات الطيبة هذه المباركة إن يعني الواحد ما يعرف إيش يسوي إيش يقدم وإيش يمشي. وأنا أقول أي واحد مشهور يعني لزوم الشهرة ما فايدة في الدنيا هذه. بس خذت وقتك يعني في العمل لكن ان شاء الله عمل لله يعني فقد اصدقاء لنا كثير يعني في ناس يعني الواحد يعني مو غصبا عنه لكن يقدرون الاصدقاء والاخوان والناس وحتى البيت. صحيح. انك ايش لله سبحانه جاي عملي ما انت راح يعني الحمد لله وان شاء الله يسامحونا الناس على تقصيرنا فيهم. معلش انا لي قصد بسالك سؤال ثاني ولو ثقلت عليكم. والله عناوين اليوم انت هدفنا اليوم. هل تجد يا ابو عبد الكريم لذه للعمل اللي تقدمه ولا لا؟ أنا استمتع. أنا أجي برا تعبان في البيت تعبان ما أقدر أمشي أدخل سبحان الله تعالى من أفتح الباب لو أدخل هنا ينتهي جميع الآلام جميع التفكير في المخ جميع الأهداف كأنك داخل سبحان الله داخل مكان يعني ما أتخيل أنا شلون أتعلم برا وشلون الواحد يتعب وشلون شوف أنت الأمور مو لكن سبحان الله أدخل هنا أنت الموضوع سبحان الله. الله يمتعك بالصحة والعافية. دام كنت شيء لله. نعم. الحمد لله الحمد لله. الله يرزقنا وياك الخلاص. ولهذا قول عمر رضي الله عنه عجبا لعجز المؤمن وجلد الفاجر لكن المؤمن إن شاء الله إذا كان له هدف يصل له جميل. هذا السؤال حقيقة ليه خلاني أسألك يا عبد الكريم. هذا قبل أيام لما كان عندنا الداعية العالمي الشيخ يوسف استس كان عندنا أنا سألته هالسؤال لما الناس حضروا حقيقة وكل يسلم عليه وكل يحب رأسه وكل الحقيقة يريد التصوير معه والرجل مكتسب رجل جاوز 70 من العمر وخرجت ثقيل فقلت للشيخ يوسف هل هو رائع وجميل انك تكون يعني شيء حلو انك تكون مشهور؟ قال انا مشهور انا ماني مشهور. فقال له واحد من الواقفين قال له طيب الا لكن استخدم هذه الشهرة استخدمها في الدعوة. قال حقيقة تعليق رائع جدا. قال الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في الارض ونشروا الاسلام وما كانوا مشهورين فنفع الله بهم. فالله يجزاك خير ينفع بك يا ابو عبد الكريم. وكل انسان حقيقه له هدف سامي في هذه الحياه وكل انسان حقيقه الشهره قد تكون نعمه وقد تكون نقمه. نعم بعض الناس تستخدمها استخدام سلبي فتكون نقمه عليه وبال وقد تكون سموحه من الناس المقصرين في حقهم جميعا. الله يجزاك. من البيت الى الاصدقاء الى الواحد مقصر بحق الناس. لا البيت مقدرين عملك ان تقوم برساله. اللي خارج الحقيقه البيت اللي يعرفونك ويتابعونك ويدعون لك ويحبونك. ونحن نحبك كذلك ابو عبد الكريم حقيقه ما راينا منك نسال الله لك التوفيق والسداد وصلاح النيه وحقيقه يشفي كل مريض ان شاء الله. امين الله يشفي كل مريض. حقيقه ذكرتني الله يجزاك الجنه والخير. حقيقه كثير من الاخوه والاخوات يتصلون يرسلون نسال الله ان يشفي كل مرضى المسلمين. اول شيء نسال الله ان يرحم موتانا والدينا ووالديهم وأن يجعلهم في فردوس الأعلى من الجنان ويجزيهم عنا خير ما يجزي عباده الصالحين وأن يعفو عنا تقصيرنا في حقهم
ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. آمين. نسأل الله أن يشفيهم شفاء عاجلا شفاء عاجلا غير آجل، اللهم آمين. آمين. وأن يرزق كل عقيم ذرية صالحة. آمين. وأن يزوج كل أيم كل بنت من بناتنا، آمين. أن يرزقها زوجا صالحا تقيا نقيا يخاف الله فيها. وكذلك أن يرزق كل شاب زوجة صالحة تكون له سعادة في الدارين، اللهم آمين. وأن يصلح لنا النيات والذريات، وأن يستعملنا في طاعته، هذه مهمة جدا يا أخوان. حقيقة نريد القصد، حقيقة كثير من الأخوات يتصلون ويخبرون ببعض البرامج اللي يقومون بها والجهود، حقيقة تثلج الصدر ويفخر بها الإنسان. وكذلك بعض أبنائنا نسأل الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم. كما لا ننسى في هذه حقيقة اللحظات ذلك الجرح الدامي ما يصاب به إخواننا في سوريا، نسأل الله أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يسلط رجزه وعذابه